عارف التراك اللي تسمعه وتقول اوف ايه ده، انا ازاي ما سمعتش التراك ده قبل كده، او ازاي لما سمعته قبل كده ما عجبنيش، او مثلا ازاي التراك ده مش من ضمن تراكاتي المفضله. التراك اللي لما تلاقيه تقول انا لقيت حته اثار. هي دي بالظبط نوعيه التراكات اللي هنتكلم عنها النهارده. تراكات من صفاتها انها اندر ريتد، بس دي مش قائمه تراكات اندر ريتد، لا هي فيها تراكات اندر ريتد بس مش ده اهم شرط في التراكات دي. اهم شرط انها تكون زي الاثار، كل ما تقدم كل ما قيمتها تعلى، او بمعنى اصح ما بيتزهقش منها. بس في شرط بقى انها تكون مش معروفه، يعني مش هاجي اجيب لك تراكات معروفه واقول لك التراكات دي اثار عشان كل ما بتقدم قيمتها مش عارف بتزيد وبتاع. لا انا هجيب لك تراكات معظمها مش معروف، بس مش معروفه واتحطت في اختبار انها تتسمع كتير وتفضل جامده بالنسبه لي. فما علينا، يعني ننزل نعمل لايك سبسكرايب وفعل زر الجرس وكل الكلام ده. والفيديو ده اكيد 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 هيبقى ناقص تراكات كتير جدا، فقول لي من رايك ايه التراكات اللي من النوعيه دي. شوف الفيديو للاخر وافهم هو بيتكلم عن انهي نوعيه تراكات عموما، وقول لي ايه الاثار اللي عندك، يعني ايه التراكات اللي من النوعيه دي عندك. واكتر تراكات احس انها مناسبه فعلا هعمل عنها جزء تاني، لان فعلا ما ينفعش يتعمل عن الفيديو جزء واحد، لان اصلا فكره الفيديو ان التراكات دي تكون منسيه مثلا او مش واخده حقها. فكل واحد يعمل لي قائمه كده في الكومنتات وهعمل منها جزء تاني، لان الجزء التاني هيكون اهم من الجزء الاول. ما علينا، يلا بينا. غم متعود ان اكون دايما اصم، هم بشيله فوق كتافي من ندم. نبدا بالتراك اللي ما كنتش اعرف ان هو موجود غير من فتره قريبه نوعا ما. التراك انا لما لقيته مش عايز اقول لك هو حته اثار واكتشاف وبتاع هو مش حلو اصلا يعني. بس هو اكتشاف في ان انا ما كنتش عارف ان في حاجه زي دي موجوده اصلا. التراك اللي بتكلم عنه هو تراك ببني البيت لابي يوسف ودربكه باند، او تحديدا علي الشاعر ودوشه من دربكه باند. الجوكر ما كانش موجود في التراك ده، وللاسف ده كان بعد انفصال الجوكر عن دربكه باند، ولو كان قبل انفصال الجوكر كان هيبقى بجد تراك تاريخي. ضيع ناس كانت لاقيه، ابقى كذاب لو قلت ما كانتش عليا باقيه، ما كانتش عليا باقيه. صداقه ابي يوسف لدربكه باند عموما وحتى للجوكر بعد انفصاله عن دربكه باند ما كانتش مفاجاه بالنسبه لي، دي حاجه معروفه اي حد متابع في الراب سين هيبقى عارفها يعني. بس المفاجئ فعلا ان هو عمل معاهم تراك، دي ما كنتش اعرفها الصراحه، وده واضح جدا ليه، لان التراك مش قوي فما نجحش، فعشان كده ما تعرفش قوي. ده بستاهل الشتيمه، حاجة شتيمة يا شتيمة. ما انا بتعلمتش من القريبه وترجع ريبه. بص انا عارف ان التراك ده مش مناسب للقائمه قوي، لان زي ما قلت التراك لازم يكون جامد ولازم يكون كل ما بيقدم كل ما قيمته بتعلى، فانا عارف. بس انا الفكره كلها في ان انا اكتشفت التراك ده، فاهم؟ او مش انا اللي اكتشفته، اكيد في ناس كتير عارفاه، بس بتكلم في فكره ان انا اتصدمت ان التراك ده موجود. ما لقيتش سياق احسن من ده ان انا اقول لكم ان في تراك زي ده موجود. او حتى اعرف مالي، الف مبروك شكلي كسبت الجزء التاني. ممكن في الجزء التاني. نبدا بقى القائمه بجد ونروح لتراك من ضمن 3 تراكات خلونا نعمل الفيديو ده. اصلا تراك هو بالنسبه لي اثار بجد، تراك الجزء الثاني لمروان موسى. المخضرمين طارت الخبرة، لو مش مارو يبقى خارج نطاق الخدمة. التراك ده بيشرح لنا القائمه دي. لو قارنت التراك ده بتراكات تانية لمروان موسى هو مش اقوى تراك، ولا حتى اقوى تراك في التراكات القديمه. يعني في الفتره دي مروان موسى كان عنده تراكات اجمد بالنسبه لي. كواليس والكذب هبه احسن منه 100 مره، او مش 100 مره يعني، بس هو اجمد منه اكيد. طب ليه ده اللي موجود؟ لان ده كان اول تراك اسمعه لمروان موسى، فكان بالنسبه لي لقيت مش حته اثار، ده انا لقيت مصنع اثار اللي هو مروان موسى، اللي بعد كده عمل تراكات زي ما قلت انا بجد بحبها بشكل مش طبيعي وما بزهقش منها. وبالمناسبه دي انا هعمل فيديو عن البوم بالمناسبه بحب ادبس نفسي عشان لو كسلت اعمل الفيديو، لا انا خلاص قلت ان انا هعمله فلازم اعمله. مش هتلاقي فريق او حتى مقاومة، بدخل دماغ الفن بالكيف وبعمل فوضى. مش بس حته ان ده اول تراك سمعته لمروان موسى، لا الفكره كمان ان ده اكتر تراك مش واخد حقه في التراكات القديمه لمروان موسى. يعني كذب هبه وكواليس في ناس كتير من فانز مروان موسى على الاقل يعرفوه، لكن الجزء الثاني معرفش حد كتير بيتكلم عنه. شهر العسل حسيت انها تنكه، اصل المريخ مش عاجبها فعايزه تر. ونبدا بقى في التراكات الاندر ريتد بجد، والتراك اللي فعلا اداني الضوء الاخضر ان انا اعمل القائمه دي. التراك اللي جاب لي اصلا ونور لي الفكره بتاعت الاثار دي، تراك ساب زيرو ارجوك ما تعايرنيش. قولش مصر حلوه او توصفها في يوم بجنه، هي حلوه للي زيك انما احنا يا عم مالنا. هحكي لك ايه سبب الفيديو اساسا. من شهر تقريبا كده كنت قاعد على القهوه مع واحد صاحبي، فبقول له يا ابني انت مصاحب المخده. فبعد ما قلت الجمله انا حسيت ان في حاجه غلط، حسيت ان انا جبت الجمله دي منين. وقعدت فعلا اكتر من ساعه بحاول افتكر البار او التراك اللي اتقال في الجمله دي، او مين الشخص اصلا اللي قال الجمله دي. وبعد بحث طويل جدا اكتشفت ان التراك هو تراك ارجوك ما تعايرنيش لساب زيرو. مر منك عنا، انت قادر تبني عيله وانا مصاحب المخده.
واللي خلاني ابدا رحله بحث عن تراكات كتير انا كنت سمعتها قبل كده ونسيتها. يعني التراك ده انا كنت سمعته وكان علق معايا لفتره طويله جدا، وبعد كده اتمسح من عندي ومن ذاكرتي كلها كمان. فده اللي خلاني لازم ارجع وادور على التراكات دي، لان هي بجد اثار. يعني التراك ده جامد قوي. انا معيش، انت دايخ من الحشيش، انا دايخ بلف وادور على شغل تاني ما بلاقيش. انا عموما شخص ما بحبش الراب الهادف قوي، او مش من اكتر نوعيات التراكات اللي بحبها الراب الهادف. بس لما يبقى التراك هادف معمول صح كراب، لا انا ببقى مدمن التراك ده. وخصوصا بقى لو هو مش مبتذل او مش عن حاجه مستهلكه جدا زي التنميه البشريه او المواضيع المتكرره. يعني عموما لا، التراك ده بيتكلم في موضوع قليل لما بنلاقي تراك راب بيتكلم فيه. يعني ما افتكرش ان في تراك بيتكلم في نفس التوبيك ده غير الفرق بيننا بتاع دراجون هيل واللي اتعمل بعد كده مش قبل ده. ما تعايرنيش في يوم بحالتي، ده احنا مصريين يا ابن بلدي. في نفس الفترة دي كان واحد من أكتر التراكات اللي بسمعها هو تراك ريسبكت، ولكن ريسبكت ما ضاعش بقى. ريسبكت أنا لسه بسمعه من وقتها عادي جدا. عرفت الراب 2007 من ساعتها والسماعه في ودني، اسف مش سامعه. انا فاكر ان انا اتكلمت عن تراك ريسبكت، مش فاكر في فيديو ايه الصراحه ولا في انهي قايمه، بس هو كان موجود معايا في قايمه مش فاكرها. الناس القديمه واللي متابعه من زمان هي اللي هتعرف. قولوا لي في الكومنتات لو انتوا فاكرين. تجيل طالع شبهي، راب مصر كبير، فلو زي النيل، كنت سعيد لما تجي تمثل التراك ده بلدي. ايقوني فعلا. التراك ده واحد من اقوى التراكات اللي سمعتها في حياتي كلها، ومن اكتر التراكات اللي متعلق بيها عاطفيا، لان كل الاسامي اللي هو ذكرها دي او معظمها على الاقل انا بحبها. واللي هو بيحكي ده انا ما عشتوش قوي لان انا مش قديم للدرجه الصراحه. يعني مثلا بسمع راب 2013 بس هو بيحكي عن فتره اقدم من كده بكتير. بس في حاجات كتير من اللي هو قالها في التراك انا عشتها، كان سريع. الراب في مصر كان جدا. جميل، حارس كان عظيم، على كتافي شياطين، ماس على الشمال ومدس على اليمين. نروح بقى لتراك ارسنك علم. راب طبقي انت من الطبقات الكادحه، بقف في وش القطر قضبانه بتقرا له الفاتحه. التراك ده مش بس اثار عشان هو مش معروف قوي او بس عشان هو قديم سيكا او منسي، لا، الحاجه اللي مخلاه فعلا من التراكات الجامده جدا هي ان انا كل فتره كده بنساه وبرجع اسمعه، فكل ما برجع اسمعه بنبهر بيه. الفكره ان فعلا ارسنك كان متنوع بشكل مش طبيعي في التراك ده في الفلوهات. جوعنا هاتلي حد في صيفر اكله، ياللي كرهتوني مش برد على دايركتاتكو. تراك عالم انا ممكن اعد لك 5-6 تراكات لارسنك اقوى منه، بس رغم كده هو مميز جدا ومختلف عن اي تراك لارسنك، والا ما كنتش انا ميزته او ما كنتش انا حطيته في القايمه دي من الاخر. خلفوا لنا امسيس فبحسهم بيتكتروا، بيشاركوني على السفره، الفرق انهم بيتاكلوا. التراك ده من ضمن تراكات كتير ارسنك بيحاول يوصل لك فيها افكاره ومبادئه وثوابته في الراب. الكلام ده لما تسمعه دلوقتي من ارسنك بتزعل بجد على الحاله اللي هو وصل لها او التغير اللي حصل في شخصيته، ان هو بقى بجد فنان كوميرشال بشكل مش طبيعي. حرفيا بقى نسخه من الرابرز اللي هو كان بينتقدهم في التراكات دي. ما عنديش مشكله خالص مع ان انت تحاول تكسب فلوس، ما عنديش مشكله خالص مع ان انت عندك الشركه دي طالبه منك ارقام، بس عندي مشكله ان انت تنسى خالص الاصل بتاعك، تنسى خالص المبادئ يا عم اللي كنت بتتكلم عنها. انت كده مش ريل رابر، يعني انت كده الكلام اللي كنت بتقوله كله مجرد كلام. ما علينا نكمل ونروح للتراك اللي بعده. في حرب الليركس للجنود في حرب العاهه، والجندي في الحرب عندهم اسمه مامبل رابر. دول حمله على السين، الحفله على مين؟ على رأي حكيمه صاحب الحق على ياسين. نبدأ بقى في تراكات قوية جدا فنيا. يعني بص بقى اللي فات ده كنت بقولك ان هم مش اقوى حاجة فنيا بس هم اقوياء وبتاع، لا احنا بنتكلم بقى عن حاجة فعلا تتصنف انها من اقوى التراكات فنيا عادي جدا. اول تراك معانا من الفئة دي تراك بروكلي الادهم. عايشين على البيف مش على خس وبروكلي، امرني جعان اكلم الحمورابي يطبخ لي لو بتحب الراب الخام بتحب الراب الدسم وما بتسمعش ادهم، فانت يعني حرفيا مفوت على نفسك كتير. بالكزك ادهم جراح هيسلخ وشك مهما تزل وتزمزم. التراك ده فعلا اتحط تحت الاختبار بالنسبه لي، تحت اختبار ان هو يقعد يتسمع لفتره طويله وما يقدمش او قيمته ما تقلش. يعني لما سمعته وقتها انا كنت منبهر جدا وبتاع، وايه العظمه دي وايه الجمدان ده، بس بعد مرور سنين هو لسه محتفظ بنفس القيمه. بالعكس انا بقيت حاسس بقيمته اكتر لان التراكات اللي من النوعيه دي اختفت دلوقتي. فهي دي فكره القايمه، تراكات عامله زي الاثار، كل ما تقدم كل ما قيمتها تعلى. انسايدر نص سخن نص بارد، ادم بينهم نص كبير ونص مالك. Like venom hey بقتلهم بنعدمهم. فاكر الكلام اللي قلناه في اول الفيديو، التراك اللي انت تقول هو انا ازاي ما سمعتش التراك ده قبل كده؟ هو ده تراك رولز بالنسبه لي. التراك ده انا عرفته عن طريق صديقي محمود شكري، شوت اوت محمود شكري. وبعيدا عن ان ديزل اوزي اندر ريتد اصلا، بس التراك ده اندر ريتد اكتر من اي تراك تاني لديزل اوزي. سبيس عشان توصل لازم تجاور نايس، اجيب الهدف اسحل فين تابع جاور كاس. لما بقول ان التراك ده اندر ريتد ما اقصدش بس كارقام، في تراكات كتير كارقام قليله بس على الاقل انا بسمعها ومديها حقها، فاهم؟ لكن انا ما بسمعش التراك ده، ومش انا بس، انا وغيري بسمعها ومش
وشايفين انها تراكات جامده عادي، بس في تراكات فعلا بتبقى جامده وبتتنسي. هو التراك ده من النوعيه دي، كان جامد فعلا جدا واتنسى. میز دور میتحبه دینامیت شو دیفالتم بیگ بوس خود هیت شد تب ام بوس نيفر جيت لوست في وشك كيك بوكس عربي الساعه. قد تعتقد ان في تعارض ما بين كون التراك زي الاثار قيمته بتزيد كل ما الوقت بيعدي، وما بين ان هو كان جامد واتنسى. طب ازاي؟ هقول لك ازاي. الفكره كلها ان هو تراك جامد واتنسى عادي بتحصل. الفكره بقى ان انت بعد ما بتنساه لما ترجع له، لو ما لقيتش ان هو جامد يبقى هو مش جامد، بس لو بعد ما نسيته ورجعت له لقيت ان هو جامد، فده ياكد ان هو فعلا كان جامد وقت ما نزل ولسه محتفظ بقيمته وجمدانه لغايه دلوقتي. هي دي فكره التراكات دي. ستف دولار زكسح درط نرعب رتب تقسم تورط. طب وصل في مرمى نفسي اقصى حد، الفعل بسوق الرد تصد ويحكي دمع الخد. وعلى ذكر التراكات المنسيه، في تراك كابتن الجوكر. التراك ده انا كنت بسمعه وكنت مدمنه بشكل مش طبيعي وقت ما نزل، بس بعد كده مش هقول لك انا نسيته، تقريبا معظم فانز الجوكر نسيوه، وده السبب ان هو مش نازل على القناه الرسميه بتاعت الجوكر. ببكي على السطور دموع واقول لنفسي مفيش رجوع، بصب لنفسي كاس المر واقول اصل المرغوب حاجه من ممنوع. ضمن الحاجات اللي بتثبت لي بنسبه 100% ان التراك ده كان اسطوري مش بس جامد، ان انا حافظه زي اسمي لغايه دلوقتي رغم ان بقالي فتره طويله جدا ما سمعتوش. معرفش ده يثبت ايه بالنسبه لك، بس بالنسبه لي ده ياكد لي ان هو كان تراك جامد. هو وريدي ينشر سم بقول بكرهك، سبت قلبي في حبك وقف، كان كداب سيناريو خف. نوعيه التراكات الساد القديمه كان دايما بيبقى فيها حزق، فاهم؟ فكان قليل لما تلاقي تراك ساد ومن غير حزق او عياط، او مش قليل، كان موجود فعلا، بس يعني ده من اجمل التراكات الساد اللي انا سمعتها. كانش وقت حد ود حد هد حد سابه حد شد حد جد حد برد قدي ثابته. طبعا مش محتاجه انوه وانبه ان ده مش مهاب بتاع دلوقتي، اكيد يعني انتوا عارفين. مهاب ده كان عامل اكتر من تراك مع الجوكر. افتكر برضو كان في تراك كان بادئ حزين وبعد كده بقى ديست، مش فاكر اسمه، جرى شكل او حاجه زي كده. هو مش هسرش، لا، ان الفن القديم نكره للجميل انت جاري انا الامير اللي بيحكم مهما حكموا بعد حكمه مفيش بديل. الفيديو ده زي ما قلت ما فيهوش ترتيب، انا ما قلتش، طب ماشي انا بقول لك ما فيهوش ترتيب، بس لو في اقوى تراك من ضمن ال10 تراكات دول فيبقى واحد من الاثنين دول، يا اما لسان حاد لام سي هوك. شد الرمح هند احمر برمي سهام، انا جندي مش شيشان جنرال في الصوف بتنام. في بار في التراك ده بيوصف التراك جدا، ده مش هيب هوب خام، ده حقل الغام. فعلا لو هوصف التراك ده اقول ان هو تراك راب خام زي ما الكتاب بيقول وتراك جامد، لا الكلام ده ما بيديش تراك حقه. تراك اقوى من كده بكتير، اقوى من كده بمراحل. هو فعلا كل بار فيه زي لغم بينفجر فيه، كل بار قنبله، كل بار بانش لاين مش طبيعي. ده مش هيب هوب خام، ده حقل الغام، بصماتي على الالحان بيسمونا وشام. كمية تنوع في الفلوات مش طبيعية في التراك ده بجد. تراك في كل حاجة، في كل حاجة ممكن تبقى موجودة في تراك راب، في تشبيهات رهيبة، في رايمات ما تتعدش، في كمية رايمات مبالغ فيها بجد. لو سألتني انت ليه ما تحللش التراكات دي هقول لك انا اتفه من كده بكتير. التراكات دي صعبة على ليفل عالي قوي على ان انا احللها. انا فعلا حللت ضبط مصنع والصراحة ما لقيتش اي تفاعل ولا اي اهتمام من اي حد، فاه انا بعمل الحاجة اللي بحبها، بس في نفس الوقت الموضوع بيبقى صعب جدا في مقابل ان مش هلاقي حاجة، مش هلاقي حد مهتم اساسا، فبتعب نفسي عليه. لا خلي التراكات دي ليا يا عم، شكرا طالما انتم مش مهتمين. هنا موت سيتون كلام كينج كونج، دمار كيم سونج، بنشاط في الفرن وربلاي في البونج. انا فعلا شخص اناني، اللي يعرفني يبقى عارف ان انا بحب تراكات او اغاني معينه، فما بحبش حد يسمع التراكات والاغاني دي غيري، فاهم؟ بتضايق لما الاقي حد بيسمع فيروز مثلا. انا جاي على نفسي قوي وانا بعرفك التراك ده، يعني فاهم؟ التراك ده غالي قوي بالنسبه لي، فاهم؟ انت كده غالي قوي على ان انا عرفتك تراك جامد زي ده. شيل اثقال على كتفي، دي اوزان صعبه قدامي تختال، انصار الخطه في القبضه. وكلمه حته اثار على تراك زي ده قليله جدا، يعني احنا ممكن نعتبر ان ده فاهم مقبره كامله مليانه اثار. 199,000 199,000 ونص 199,000. نروح بقى للتراك اللي خلاني انزل بوست. انا في العادي ما عنديش حد كتير من فانز راب على الفيسبوك، فعشان كده ما بتكلمش على راب على الفيسبوك، وحتى لو عندي مش هنزل، يعني فاهم؟ انا مش شخص بحب ان انا اقول رايي كتير يعني. فكون ان انا انزل بوست عن تراك معنى كان التراك ده يعني بجد ما ينفعش يتسكت عليه. في 2018 نزلت بوست عن تراك 200,000 بسبب 200,000، يعني فاهم؟ يعني اعتقد التراك اللي خلاني انزل البوست ده 200,000. عندك الريتش في البيج قل وانا بعرق ومني الستيج اتبل، انا خلصت روحت على البيت كلت. الفكره ان خنزور لسه عايش، عزرائيل هو يعتبر اقوى تراك في تاريخ ابي يوسف، فهو واخد حقه. ايه بقى التراك اللي اتنسى في الثلاث تراكات دول؟ اتنسى مش اتنسى، فاهم؟ التراك اللي فعلا محدش فاكره كتير دلوقتي تراك 200,000. التراك ده اتظلم جدا لان هو مش بقوه عزرائيل ولا خنزور، الصراحه مش هكدب، بس هو في نفس الليفل عادي جدا يعني. باراتي تحف بيتسرقوا ما انتوا لصوص، خدت نصوص كلت عيش قعدتهم خبزوا بخوص، ده بخصوص. زي ما قلت في التراك اللي فات بتاع ام سي هوك ان فعلا انا شخص اناني، فده من ضمن التراكات اللي انا اناني جدا فيها، ما احبش حد يسمعه غيري، فاهم؟ وفرحان ان هو مش واخد ضجه عزرائيل وخنزور اصلا، فاهم؟ عشان يفضل فاهم محتفظ بالقيمه الرهيبه بتاعته. لعنه فجره لما الكل يوسع لك فجاه، تعرف انك الثعلب الاعلى اجرا، خلي موبايلك في جيبك شايف لك
القايمه دي انا خلاص بطلع فيها اثار، فاهم؟ ممنوعات يا صاحبي، فاهم؟ وانا متاكد ان مفيش حد بيحب ابي يوسف يسمع التراك ده الا هو هيستغرب بجد، هو ازاي ما كانش يعرف التراك ده؟ لو هو ما كانش يعرفه، لو هو يعرفه فهو اكيد عارف اي كلام انا هقوله عن التراك ده، مش محتاج ان انا اقعد امدح له في التراك او اقول له ان قد ايه التراك ده قوي. خدوا مني شعار ببلاش بما انها كوسه كلوز اب عشان اللي داخل على بوسه. التراك ده من اقوى التراكات من ناحيه الورد بلاي بالنسبه لابي يوسف. لما نتكلم عن واحد تقريبا هو اقوى حد بيعمل ورد بلاي في الراب سين المصري، ونقول ان ده اكتر تراك او من اكتر على الاقل التراكات اللي اتعمل فيها ورد بلاي، فاحنا كده بنتكلم عن تراك تاريخي، بنتكلم عن تراك ايقوني، تراك مش هيتكرر، تراك قيمته عاليه قوي قوي قوي. معني وداسكو فم المخمضه اتحذر، قالوا لي يا حنش هتبخ انا في عصك فقمت. بس ده كان فيديو النهارده، فيديو بجد اتمنى محدش يشوفه لان انا بحب التراكات دي ومش عايز حد غيري يسمعها، واتمنى اي حد شافه بقى خلاص يعني يديني المقابل بتاع ان انا ضحيت بسريه التراكات دي، ويعمل لي لايك على الفيديو على الاقل، وعرفوني انتوا بقى الاثار بتاعتكم، التراكات اللي اكتشفتوها او التراكات اللي شايفين انها اندر ريتد بس انتوا بتسمعوها كتير. وبس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك، تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، تنضم للسيرفر ديسكورد، على انستجرام من كل الكلام ده، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.